النهاردة هعمل معاكم فطيرة محشية حادقة بعجينة الجلاش. وصفة بسيطة وسهلة وطعمها رائع. لو عجبتكم الوصفة دي ياريت لو تعملوا لايك وشير مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة لو كنتوا لسه مش مشتركين. ويلا بينا نبتدي على طول. أول حاجة هنجهز الحشو اللي احنا عاوزينه ونقدر نختار فعلا أي حاجة بنحبها. أنا اخترت الفلفل 3 ألوان، قطعته مكعبات، وجبت شوية زيتون شلت منه البذر طبعا وقطعته مكعبات، وكمان طماطم وقطعناها مكعبات. عنصر مهم قوي الجبنه، برضو نقدر نختار النوع اللي احنا عاوزينه. انا عملت خليط جبنه موتزاريلا على شويه جبنه رومي مش كتير لان طعمها قوي جدا، وجبنه جوده وجبنه اقدم. خلطه التوابل هتكون شويه ملح وفلفل وشويه اعشاب. انا خدت زعتر واوريجانو وكمان شويه فلفل احمر حلو. اللي يحب ممكن يضيف بروتين. انا اخترت سجق، بحب طعمه جدا في الخلطة دي، لكن طبعا ممكن نعمل بدون، يبقى خضار وجبنة بس بيبقى حلو قوي برضو. ممكن نحط لحمة مفرومة لو نحب، او ممكن نحط دجاج. ولكن لو اي نوع بروتين هنستخدمه ضروري ان احنا نطبخه الاول. فانا قطعت السجق وحمرته في الطاسة على البوتاجاز. هاخد بقى كل مكونات الحشو وهقلبها مع بعض وهضيف التوابل وهدوق. طبعا نظبط بقى التتبيلة حسب ذوقنا. هنحتاج لفة جلاش اللي هي عادة بتكون 400 أو 500 جرام. هنجيب البايركس أو الصينية اللي هنستخدمها وهنقطع الجلاش على المقاس المطلوب. ويفضل ان احنا نخلي العجينة متغطية واحنا بنشتغل عشان ما تنشفش مننا. هندهن قعر الصينية والجناب بالزيت. عادة بندهن كل طبقة من طبقات عجينة الجلاش بالزيت او بالسمنة. الجديد في الوصفة دي ان احنا مش هندهن بالزيت بس، ولكن هندهن بخلطة زيت مع زبادي اللي هو الروب زي ما بيسموه في بعض الدول العربية اللبن. حسب مقاس الصينية نحتاج من كوباية لكوبايتين زبادي، ونقلب عليهم معلقتين كبار زيت. ونبتدي ان احنا نرص الجلاش. هنحط طبقة وندهن بالخليط بتاع الزبادي مع الزيت. وهنكرر الخطوة دي لغاية لما نستخدم نص كمية عجينة الجلاش. بعد ما نخلص نص العجينة هنحط الحشو بتاعنا وهنكمل النص التاني من العجينة، وبرضو هندهن كل طبقة بالزيت مع الزبادي. هو ده سر الوصفة دي. لما تدوقوا الجلاش ده هتحسوا ان هو طعمه فطير، محدش هيعرف ابدا ان هو جلاش، طعمه خطير. اخر خطوة قبل ما ندخلها الفرن هنقطعها بالسكينة مربعات المقاس اللي احنا عاوزينه، وهندخل الصينية في فرن سخن على درجة حرارة ما بين 200 و 220. الخطوة الجاية اختياري، بما ان احنا دهنا بزيت وزبادي ممكن ناخد كوباية حليب ونحط فيها بيضة ونخفقها، وممكن نزود شوية توابل بقى، ملح فلفل اعشاب شوية بهارات. ولما الجلاش يبتدي يورق يعني يبتدي ينشف شوية من الوش، نطلع الصينية وندلق عليها كوباية الحليب وندخل الصينية الفرن تاني ونسيبها لغاية لما الوش يحمر ويقرمش ويبقى لونه ذهبي وجميل. وبس كده خلصت الوصفة. بألف هنا وشفا. يا رب تكون عجبتكم واشوفكم ان شاء الله او تسمعوني ان شاء الله في الوصفة الجاية على خير.